وصلنا لفقرتنا الحوارية الثانية لليوم بحلقة يوم الجمعة. أكيد رح نحكي عن الكلمة الطيبة، عن المقولة الجميلة اللي كل بيحب يسمعها، اللي كل بيحب أنه ينتعش بكلمة طيبة، سواء كانت شعر، نثر، أي شيء من أنواع الخواطر الجميلة اللي بتخطر على بالنا وبتكون صادقة ومن تجربة صادقة، حتى لو ما كانت يعني موجودة يعني بشكل مكثف أو بدراسة خاصة لهذا الشعر، حتى لو كانت موهبة نابعة من الفطرة. بيسعدني أكيد رحب بضيفتنا لليوم الشاعرة هند المصري لحتى نحكي أكثر عن تجربتها الشعرية، بالإضافة لتوقيع كتابها اللي هو بعنوان زهور الوطن. أهلا وسهلا فيك ست هند ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم وأهلا بكل الشعب السوري، وعلى رأسهم قائدنا بشار الأسد، وتحية للجيش العربي السوري والأرواح الشهداء بقدم لهم إياها. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي ست هند، منورتينا. خلينا نحكي بداية ست هند عن بداياتك بكتابة الشعر. ايمتى اكتشفتي انه هند المصري تكتب شعر جميل، تلقي شعر جميل؟ بدأت في ممكن تكون في ناس بتكتشف من الصغر، ممكن في ناس لا عن طريق الصدفة. والله هي بالصدفة كانت انه انا بحياتي ما كتبت، دراستي رياضيات وعملي بالسياحة والطيران، بس بالأزمة على سوريا صار جواتي بركان وعم بيتفجر، فتفجرت كلمات انكتبت على ورق، هي للوطن، هي للإنسان، هي للمجتمع، هي للمغترب. هذا اللي صار معي، انه انا ما كنت اكتب لا شعر ولا اي شيء، بس ربي سبحانه وتعالى اعطاني هالموهبة خلال هالأزمة. أكيد يعني شيء حلو كتير، يمكن كل حدا فينا قدران إنه يعني لو خاطرة صغيرة من إحساس سواء كان مفرح أو مؤلم إنه يكتب شيء، فحلو إنك أنت تجسدي هذا الشيء ضمن مؤلفات لإلك. خلينا نحكي عن مؤلفاتك اللي أصدرتيها وشو بتتضمن. طبعا أنا أول كتاب كان اسمه زهور الوطن، عفوا روحي تناديك، وكان إهداؤه لسوريا الغالية على قلبي وعلى قلب كل السوريين. والديوان الثاني هو زهور الوطن. زهور الوطن هن أبطال سوريا اللي رووا بدمائهم تراب الوطن، واللي النصر النسج ورح ينسج بدمائهم مع تراب الوطن إن شاء الله. فينا نحكي شوي عن مضمون هالدواوين الشعرية ست هند؟ هلا في شيء ممكن تهدي لحدا نسمع شيء منك او هلا ديوان روحي تناديك طبعا في القصائد الوطنية وفي القصائد الإنسانية والغزل. هلا في قصيدة بروحي تناديك اسمها اخترت، بقول فيها: اخترت أن أكتب اليوم لغاليتي، أتيت بقلمي وأوراقي وفنجان قهوتي، اكتشفت رشفة أنعشتني وذهبت إلى هناك بأفكاري، أشجار الصنوبر، رائحة الزعتر، رائحة الزيزفون وزهر الليمون يعبق به كياني، لمحت أمي تبتسم، اشتقت إليك، اشتقت لصوتك، اشتقت لحنانك، ابتسمت وقالت: تركت لك يا ابنتي أجمل وطن. آه يا أمي، آه يا أمي، دمروه، لقد دمروه، أنهكوا قلبه، وطني ينزف، وطني ينزف من أبنائه العاقين. عضت على شفتيها، أمطرت عيناها دمعة حائرة، أزهرت ياسمينا، شهقت، تأملتني بعتاب، فقلت: أعدك يا أمي، أعدك، وبعزة الله لن نتركهم فسادا يعيثون، فنحن أبناء سوريا شرفاءها، بسواعدنا نبنيها، بدمائنا السخية نرويها. أعدك يا أمي، أعدك، ستبقى سوريا أجمل وطن، أجمل وطن. إن شاء الله يا رب. سلمت أمك.
يعني كتير حلو انه الواحد يكتب عن احساسه عن وطنه. خلينا نحكي عن الايام اللي مرت على سوريا، وخاصة انه حضرتك مغتربة، شو اضافت لك لتجربتك الشعرية؟ هلا اللي عم بتمر فيه سوريا كتير كتير صعب، يعني بتخلي الحجر يتكلم، فكيف بالإنسان؟ يمكن انت حابة تقولي لنا شيء؟ في يوم من الأيام تفرجت على التلفزيون وشفت أطفال مدرسة عكرمة المخزومي والمحدثة مرميين بالأرض وشنطهم ومرايلهم. جواتي صار نار، ما قدرت نام الليل لغاية ما كتبت قصيدة قاتلون بقول فيها: قتلوا الجمال في وطني، ذبحوا باسم الله ودمروا وخربوا، وامتهنوا قتل الجمال. مزقوا الأحلام في وطني، واستباحوا النساء والأطفال وكراريس الطفولة وأحلام العصافير، وتركوا الأشياء أشلاء تناثرت فوق أرض وسماء. سلبوا حريتنا وأمنياتنا وآمالنا وأحلامنا، أحرقوا المحبة في محارق القهر، أحرقوا الفرحة في براكين نشوتهم الآثمة، طعنوا الأمان فيك يا وطن. بت أكره اللون الأحمر. ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ الذنب أننا سوريون؟ نعم، إننا سوريون، لذا سيبقى رأسنا مرفوعا، وتبقى كرامتنا تاجا فوق رؤوسنا، وعزتنا مكللة بالغار. لن ننحني ولن ننكسر، لن ننكسر ما دام نبض عشقنا للأرض يجري في عروقنا. مهما طال الزمن سوريا لن تركع، أبدا لن تركع. سجل يا زمن بأن شعبا تحدى المحن كلها سيبقى شعبا صامدا صابرا قويا. لن يضعفنا إرهابهم ولا عواصف الغبار العابرة. من رضيعنا إلى شيخنا الكبير لن نركع. سجل يا زمن، شعب تحدى المحن والآلام كلها سيبقى صامدا إلى الأبد، سيبقى صامدا إلى الأبد. إن شاء الله. سلمت أمك. الله يسلمك. يعني قصيدة جدا رائعة، جدا مؤثرة، وهي من وحي الشيء اللي نحن عم نعيشه. ممكن بالتأكيد الشاعر يعني بيختلف عن غيره، انه ممكن يعبر عن مكنوناته بكلمات. نعم. يعني ما فكرتي انه قبل الأزمة انه تكتبي، او اي بدايات اي شيء؟ انت قلت لي بالصدفة بدأت بعد الأزمة، ما كان عندك ابدا ابدا ولا أبداً. كتابة ولا كتابة ولا خواطر ولا خواطر، لأنه عملي كان ماخذ كل وقتي. يعني أنا بشتغل بالطيران وبالحجز الفنادق، فبيبقى من الصبح لآخر الليل عندي شغل. حتى لما بروح على البيت بيكون مخي عم بيفكر بالحجوزات تبعيت بكرة بدها تصير أوكي ولا ما بدها تصير أوكي. فكان كل وقتي مزحوم بالعمل كوكيلة سفر وسياحة. هلا نحن من فترة طبعا بنعرف انه تم توقيع كتاب لحضرتك بعنوان زهور الوطن. نعم. نحن اكيد رح نحكي اكثر عن توقيع هذا الكتاب ومضمونه، لكن بعد ما نتابع هذا الاستطلاع للزميلة فداء عيسى. طلعت على كتاب زهور الوطن، وأنا بدي أقدم الاحتفالية بتوقيع الكتاب الثاني للصديقة هند. بحب أحكي عنها. أول شيء إنه هي من النساء السوريات اللي كانوا مهاجرات واللي كانت مغتربة في زمن يلي الناس عم تهاجر من سوريا لبرا، هي رجعت لسوريا. فحبيت إني أدعمها، حبيت إني أوقف جنبها. قريت كتاباتها، لقيت إنه هن كتاباتها لطيفة ظريفة. اقترحت عليها إنه هي تعمل كتاب، فعملت الكتاب الأول، وهلأ نحن بصدد الكتاب الثاني. فكان إلي شرف إني أنا أقدم لها الاحتفاليتين. الشعر كلمات، الكلمة أمضى من سيف كما يقال، الكلمة أمضى من سيف، وبالتالي الكلمات الشعرية هي حافز ومحفز للشعب والجيش.
من أجل أن تكون أداة في خدمة المعركة أو ما نعاني منه اليوم. طبعا الكاتبة الحقيقة قرأت القصائد ديوانها، كانت عبارة عن زهور ودموع، زهور أمل ودموع أمل. لا بد لهذه الكلمات التي وجدت في ديوانها زهور الوطن أن تكون زهورا لوطن قادم. هذا الوطن جميل، وبالتالي يحقق أماني وتطلعات شعبنا الذي يستحق كل العز والكرامة. الصوت لكل فعل أو أداء إيجابي للمجتمع، ليس القتال بالسلاح والرصاص فقط. قد فرض علينا القتال، نعم، هي مؤامرة كونية وفرض علينا القتال، إنما نحن أبناء حياة. سوريا على مدى التاريخ، سوريا السلام والحضارة والعلم والرقي والتاريخ العريق، لكن مؤامرة فرضت علينا. لكن هذا لم يمنعنا ولن يمنعنا من أن تتكاتف كل الأسلحة فكريا، حضاريا، ثقافيا، فنيا، والسلاح الحقيقي الفعلي. هي كل مترابط وهدفه واحد، هو النصر وسلامة سوريا. كل هذا يصب في جوهر واحد وفي بوتقة واحدة، ألا وهي الدفاع عن القدسية الوطن، الدفاع عن الهوية، الدفاع عن التراث الذي خلفه وتركه لنا آبائنا وأجدادنا الشرفاء الذين علموا الغرب قبل أن يعلمونا معنى الثقافة ومعنى التحضر ومعنى الرقية ومعنى الحرية التي يدعون بأنهم ينادون بها. طبعا تابعنا مع بعض هيدا الاستطلاع، ورد فيه فكرة جدا رائعة انه حضرتك مغتربة، رغم ذلك يعني عدتي للوطن وكان لك مشاركات كتير، ممكن نحكي عنها؟ أول شيء بدي أقدم تحية لصديقتي الست رحاب جعبري والسيد عماد خدام زوجها. بصراحة وقفوا معي من البداية، ولولاهن ما وصلت لهون. هن اللي شجعوني وهن اللي ساعدوني لحظة بلحظة لحتى أكون الشاعرة هند المصري. طبعا كان في لي مشاركات عدة في مدينة اللاذقية، قدمت أمسية في بانياس، طرطوس، بالحفة كمان قدمت أمسية. في حمص قدمت مدرستي عكرمة المخزومي والمحدثة، قدمت شهادات تكريم لأسر الشهداء. كان بودي انه زور كل بيت وعزيهم، وقبل ما عزيهم عزي نفسنا وعزي سوريا بهالأطفال اللي راحوا بالمجزرة وبالوحشية هذه. فعملت حفل بحمص وقدمت لهم التعازي وشهادات تكريم، وطبعا هذا أقل شيء بقدم لهم إياه. طبعا كمان قدمت بالذكرى السنوية لمجزرة عكرمة بالمركز الثقافي، قدمت قصيدة قاتلون اللي قريناها قبل شوي، وقصيدة اسمها حمص الجريحة، بما أنه أنا من حمص فطبعا أنا بيجرحني وبيألمني كل سوريا مش بس حمص. هلا اكيد نحن كمان مثلك واحساسنا نفس احساسك، بس مثل ما ذكر همام انه حضرتك مغتربه ونشاطاتك كلها عم تكون داخل القطر، ما عم تكون خارج القطر بما يخص يعني شهداء الوطن او حتى مشاركاتك من خلال شعرك. هلا كمان خلينا نحكي شوي عن توقيع كتابك زهور الوطن اللي تابعنا طبعا الاستطلاع هلا عنه. يعني لمين بتهدي؟ شو تضمن؟ شو اكثر شيء حبيتي تركزي عليه من خلاله؟ ليش سميتي زهور الوطن؟ أول شيء سميته زهور الوطن تكريم لشهداء الوطن اللي قدموا كتير، قدموا دماءهم وأرواحهم، لذلك إهدائي هو لهم. فبقول فيه: نحن الحب والحياة والسلام، بقوتنا وصمودنا كانت تحدياتنا، وكان عشقنا لوطننا وعشقنا للشهادة، فرح بها شهداؤنا، فإلى أرواحهم الطاهرة إهدائي، إنهم زهور الوطن، فسلامي لهم حيث يكونون،
وحيث يخلدون وحيث ينعمون. الرحمة لكل شهداء الوطن. قدمت الكتاب هذا عبارة عن حصان ويرمز إلى سوريا الأصيلة، والدخان هو الأزمة اللي النصر ما رح يجي إلا بالدماء والدخان اللي مرت فيها، ورح تطلع سوريا واقفة على رجليها لأنها حصان أصيل. والشمس عم تشرق حاليا من جديد على سوريا، وشقائق النعمان شهداء هم الوطن. شهداء الوطن. الله يرحمهم. الله يرحمنا فيهم يا رب. يعني مضمون مع البداية، مع بداية يعني أول واحد يمسك الكتاب بيكتشف شو هو الموضوع، بيكتشف يعني ممكن يعني دوما هي المقدمة بتفيد جدا بالدخول بديوان الشعر. فكيف إذا كانت رسمة توضيحية ورسمة معبرة كل لقطة فيها إلى معنى معين. أنا كنت أنت وحضرتك عم تقري انتبهت على كوميديا دامعة، فأنا حابب يعني أسألك عنها، أنه كيف كتبتيها، السبب؟ هلا أنا بديوان زهور الوطن ما رح نعيش كله أسى وآلام، لازم نطلع إحنا من جوا ولازم نعيش. لذلك أنا كتبت كوميديا دامعة بقول فيها: إن تمردتي على ذاتك فهذا اختيارك، من الجنون ألا تختاري، ولك ما تشائين، بوحي بما في داخلك ولا تترددي لحظة واحدة في الكشف عن مكنونات ذاتك، فأنت سيدة أفكارك. نفتعل الفرح في داخلنا، نعيشه مع ذاتنا، فالدنيا في يوم إن غلبتنا نهزمها بأحلامنا، لن نذرف دموعنا إلا بسعادة ننعم بها خلال أيامنا الوارفة. دعوني أهرب للحظات من ويلات الألم، من أزيز الرصاص وأصوات الرصاص الآثم. لن تتوقف الحياة، إنها مستمرة بكل أوجاعها. لن أبوح بأوجاع، سأبقى صامتة أتسلل كمحترفة تهرب من الوجع إلى الوجع ومن الموت للموت. أعيش أحلامي في قداسة محرابي، إنها ثرثراتي أعيشها مع ذاتي، ثرثرات بلون الجرح والدم وبلون الكلام مصبوغ بالأرجوان. يعني إحنا بدنا نطلع من الآلام، ولازم يكون في عنا أمل، لازم يكون في عنا أمل، وقريبا جدا رح نفرح كلنا بالانتصار. التعب اللي تعبناه رح نرجع نوقف على رجلينا ونهتف بالنصر ونهتف لسوريا لقائدنا البشار. اكيد ان شاء الله. هلا ست هند، انا مثل ما لاحظت انه انت اسقطتي تجربتك الشخصيه على هيدي الكتابات، ممكن انه يعني هي واقع بالاخر، ممكن انك تكتبي عن حدا تاني غيرك؟ بالاكيد اكيد. يعني انا بحاول دائما انه استمد من تجاربي واقدم شيء ممكن يتعلموا الناس منه. تجربه مشان ما تمري فيها اكيد بقول لك اياها انا. بالاضافه تجارب اخرين بشوفها امامي ممكن اني اتكلم عنها. سهل جدا. حتى كمان اسلوبك السهل، يعني اللي نحن يمكن انا وهمام عم نسمع قدران انه مقروءه مفهومه تماما، انه قدران يعني اي حدا بيقرا هيدا الشعر حتى ما ان كان هو يعني له علاقه بهذا الموضوع قدران انه يفهمها. شيء حلو. بتفكري انك تكتبي يعني مثل ما بيقولوا يعني وراء الجبال، او انه ممكن نحن مثلا تكوني انت قاصده شيء ثاني نحن نقرا شيء ثاني؟ هلا انا ممكن اني اكتب هيك، بس انا كنت حابه بالكتابين الاولانيين انه في عندي رسائل بدي اياها توصل مش بس للفئه المثقفه جدا جدا،
كنت حابة إنه إذا قرأ الكتاب إنسان دراسته بسيط. ابتدائي بسيطة يقدر يفهمه، وحتى إذا طفل قرأ الكتاب كمان يقدر يفهمه. حبيت إنه بتكون بلغة سهلة يفهمها الجميع، بكلمة بسيطة اقدر وصل رسالتي. وبعتقد لما بدي استخدم انا كلمات صعبة ممكن شخص قدام ما يستوعبها، كلمات تحتاج الى تفسير، انه تحتاج ممكن أو تسلق لحتى لحتى يعرف الواحد شو يقدر انه يعني يوصل للمعنى الاساسي. انا حبيت بالكتابات انه تكون كتير سهلة اي واحد يفهمها، من الواقع من الحياة. بتسمعي قصيدة بتحسي انه انت عايشة هذه الحالة. استخدمت كل شيء بالواقع، ما ذهبت للخيال، بعض الشيء ذهبت للخيال لحتى نعيش لحظات ممتعة بس. طب فينا يمكن همام لو سمحت انه مثل ما قريتي انه يعني انه اتسلل للموت من الموت الى الموت. نعم. طب يعني ممكن كمقصد، يعني ممكن انت اكيد يعني شيء بداخلك عبرتي عنه، بس نحن شو ممكن نفهم بقى منها؟ اتسلل من الموت للموت. يعني مهما حاولت اني انا روح للامل، بس بده يضل جواتي الحزن اللي او المآسي اللي عايشتها انا بالحياة. بحاول انا بس بتضلها موجودة جواتي، ما رح انسى الشيء اللي احنا عم بنعيشه. قدرت توصل لك؟ اكيد اكيد. طب ست هند، دوما اي انسان بيبدا باي شيء بحياته بيوضع خطه. حضرتك شعرك هو من الواقع. فكرتي بالمستقبل، هند المصري شو بدها تكتب بالمستقبل، انما لا، انه انا كل واقعه معينه ممكن تحدث انا بدي اكتب عنها، انا ما حاطط خطه، ما عم بمشي على خطه. لا، كيف انت؟ عندي خطه. يا ريت تخبرينا عنها. والخطه هذه ان شاء الله ناويه اني اكتب روايه. في عندي انا طريقه السرد احيانا بكتاباتي، فقادره اني اكتب روايه، وان شاء الله عم جهز لهذا الموضوع. فينك هيك تطلعينا شوي هيك شوي عن الروايه؟ هي قصه واقعيه بتمر بامور كثيره، بس اكثر ما فيها بانه ام تفقد ابنها وعمره 2 وتلتقي فيه في سوريا ويتكلم الفارسيه هو وزوجته وابنته وهو عمره 40 سنه. ما راح لكم اكثر من هيك. واللقاء كيف بيكون بيناتهم، هي بتتكلم العربي وهو بيتكلم الفارسي، وبعد فتره بيكون ماسك كتاب ليترجم ويحكي مع امه، وبعد 2-3 بصير هو يحكي بالفارسي وهي بالعربي وفاهمين على بعض. حلو. يعني قصة مشوقة. هي أكيد الحديث معك كتير جميل ويطول. كختام ممكن تكوني حابة أنك تقولي لنا شيء بختام هذا اللقاء؟ هلا أنا في عندي قصيدة اسمها شهيد يسألني، طبعا من زهور الوطن. قول فيها: طرقت باب السماء وجدت الدروب البيضاء والحمراء، رأيت مروجا وبراعم خضراء، مشيت رباه كأني أسير فوق طريق من الدماء. هكذا أمة تعيش على وردها الجوري المنسوج من دم أبنائها البررة. سمعت صوتا يناديني، لكأن الصوت يعرف الواحد منا باسمه وعنوانه وسماته التي تشبه عبير تراب الوطن. شيء من الشجن يشبهنا ويلازمنا على الدوام. قال: لا تجزعي، لا تجزعي، أنا شهيد من الشهداء. دعاني نتسامر، سألني عن أحوال الوطن وأحوال الأهل والأصدقاء. نعم نعم يا أنبل بني البشر، كنت لنا الفداء. ضحيت أنت وإخوتك من أجل من تحب، وليحيا الوطن عزيزا شامخا فوق ذراه. من أجل إعلاء كلمة الحق
في زمن المحن، زمن تآمر العالم فيه علينا، والدنيا كلها تآمرت، وفي النهاية تسقط المؤامرات والمتآمرون ويسطع الحق كالشمس التي لا تغيب، ولانتزاعنا من وجدنا للوطن، الوطن الرائع المجيد. كانت أحلام كأحلام الشباب كلهم، بناء بيت من الزهور والحب والحنان. قصصت أمنياتك على الأهل والأصحاب، حلمت بغزالة تشاركك أحلامك، سطرت الكثير من الأحلام، وكتبت دواوين من قصص وأشعار. ثم ناداك الواجب، ناداك وطنك الجريح، فلبيت النداء، لبيت النداء كمن سبقك من الفرسان. لن ننساكم، لن ننساكم أيها الشهداء، نجوما تسطع في السماء، تنيرون دروبنا إلى العلياء. يسلم هالتم. للشهداء الرحمة والانتصار لسوريا بإذن الله. يسلم هالتم. وبدي أتشكرك جزيل الشكر على هالمقاطع الشعرية جدا رائعة وجدا مؤثرة. للأسف بس وقتي انتهى. بدي أتشكرك جزيل الشكر الشاعرة هند المصري، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. أنا كمان بتشكركم وبتشكر التلفزيون السوري وقناة أوغريت. وقناة أوغريت أكيد طبعا. شكرا. شكرا لك.